جيلاتي فريسكا. يا ترى سمعت قبل كده عن الايس كريم المطبوخ؟ في جيلاتي فريسكا بقى هنطبخ الايس كريم على الثلاجه مش على البوتاجاز. كل انواع ايس كريم الرول اللي بالفاكهه بتتعمل بفاكهه طبيعيه فريش. بتختار نوع الشوكولاته او الفاكهه اللي على ذوقك، بيفتحها ويقطعها، ودي اول مراحل الاهانه. بعد كده بيدقدق عليها بالسكينه ويفضل يديها فوق دماغها، وينزل عليها بصوص الشوكولاته او صوص الفاكهه اللي هو استخدمه، ويديها بقى كوبايه كبيره من الفانيليا عشان يحولها للايس كريم، ويفضل بقى يعجن فيها كده لحد ما يبقى لها صاحب. ودي بقى اعلى مراحل الاهانه في الايس كريم رول. واول ما تتماسك معاه زي عجينه البيتزا كده، يبدا يطبطب عليها من تاني ويفردها على الثلاجه بشكل مستطيل عشان التفاصيل هنا مهمه. وبعدين يقسمها قسمه العدل على 5 قطع. هتخلص امتى بقى؟ انا زهقت. احنا خلصنا خلاص. هنا هنرول واحده واحده بقى على الهادي يا زبادي. نجيب بقى طبق البسكوتيه ده ونرتبهم فوق بعض كده، وننزل عليها بصوص الشوكولاته او صوص الفواكه. وبالهنا والشفا وحمد لله على السلامه. برج ايفل الجالاكسي العظيم ده ب 40 جنيه بس ويكفي فردين. اول بقى ما تفتح الثلاجه كده عندهم هتلاقي كل انواع الشوكولاتات اللي بيتعمل منها الايس كريم الرول، وكل انواع الصوصات موجوده عندهم سواء شوكليت او فاكهه طبيعيه. الرز بلبن بقى عندهم ابيض من بياض التلج، ولو خدت معاه الايس كريم هتاخده ب 35 جنيه بس. وانا بقى لو عايزه بالمكسرات بقى هتاخد الطبق العظيم ده كله ب 50 جنيه. طبق ام علي بقى اللي محدش بيختلف عليه، الساده منه عامل 30 جنيه. طب برده لو حطينا عليه بقى المكسرات هيبقى الطبق ده عامل 50 جنيه. اصل بقى عندنا في فريسكا الايس كريم بتاعنا طبيعي 100%، بولدي عامله 20 جنيه بس، بتشكلها على اي نوع انت عايز. فريسكا بقى عندنا اسعارها من اول 10 جنيه وده مش موجود باي مكان لحد 25.